تخيل تشتري لوحة تريد تعلقها بالبيت، بسبب هاي اللوحة يحترق البيت كله، إلا هاي اللوحة تبقى ما تحترق. تعال أحكي لكم. هاي اللوحة لوحة الطفل الباكي، أكيد أغلبكم شايفها. وهاي اللوحة كانت منتشرة بالعالم كله وبالعراق أيضا، خاصة فترة الثمانينات والتسعينات. كانت الكوفيات والمطاعم والمنازل معلقين النسخ مال هاي اللوحة كنوع من الديكور، بس ما يعرفون اكو سر ورا هاي اللوحة واكو لعنة. قصة هاي اللوحة كانت بفترة الخمسينات. رسام ايطالي اسمه جيوفاني بروكلين لقى طفل بأحد الشوارع، شافه يبكي، يقال انه كان فاقد اهله. جاب هذا الطفل وين؟ للمرسم مالته، وقام يرسم الطفل وهو في حالة البكاء. رسم من عنده نسخ عديد، ويوم من الايام اجى رجل دين للرسام للمنزل مالته زاره، شاف عنده هذا الطفل وشاف اللوحات، قال له نصيحة لك لا تبقي هذا الطفل يمك. طبعا استغرب الرسام من هذا الموضوع، قال له ليش؟ قال له هذا الطفل وين ما يروح يصير حريق. وفعلا بعد فترة احترق منزل الرسام بالكامل. الشرارة الحقيقية انطلقت عام 1985 بعد ما قامت صحيفة اسمها ذا سن بريطانية بنشر تقرير مرعب كان بذاك الوقت، نقلا عن أحد رجال الأطفاء يقول أي منزل أروح أشوفه محترق ألقى هاي اللوحة الوحيدة اللي ما محترقة بيه. طبعا هذا الشيء خلى اعتقاد عند العالم إنه هاي اللوحة ملعونة ولازم ما حد يبقيها ببيته. فصار ضجة عند العالم وقامت تحاول تتخلص من هاي اللوحة بحيث جمعوها كلها وجابوها للجريدة. زين الحقيقة وين؟ بعد البحث والتحري تبين إنه هذه اللوحة كانت مطبوعة على مواد مقاومة للحريق، وكانت أيضا مطلية بمادة الوارنيش اللي أيضا حمتها من الحرائق. وهذا كل ما بالموضوع. هسه انتوا احكوا لي، كنتوا معلقين هاي اللوحة عندكم بالبيت لو لا؟ تحياتي.